يعني ايه الجافا سكريبت سنجل ثريدد، ويعني ايه جافا سكريبت asynchronous بروجرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، معاكم خالد مدى، وجاي النهاردة أتكلم معاكم في مفهوم مهم جدا لازم أي فرونت إند ديفلوبر أو أي جافا سكريبت ديفلوبر يكون فاهم موضوع الجافا سكريبت asynchronous بروجرامينج، ويعني إيه إن الجافا سكريبت سنجل ثريدد. وهنشوف الكلام ده بشكل عملي، هنكتب كود، هنشوف البيهيفير وإزاي كود الجافا سكريبت بيرن علشان نفهم الموضوع بشكل إن شاء الله هتفهمه بطريقة مش هتنساها أبدا، وهتفهمها بشكل كويس جدا. قبل ما نروح على الكود ونفتح البراوزر ونشوف ايه اللي بيحصل خلف الكواليس، انا عايز اقول لك الاول الخطه بتاعتنا هتمشي ازاي عشان تبقى فاهم السيكونس. اول حاجه احنا هنرن كود سينكرونس عادي خالص علشان نشوف الديفولت بيهيفير بتاع الجافا سكريبت. بعد كده عندنا كيسه ثانيه هنرن كود سينكرونس برضو بس اسمه بلوكينج كود. يعني ايه بلوكينج؟ يعني بيعمل بلوك للمين ثريد، وهنفهم يعني ايه الكلام ده. طب ايه الهدف من الكيس دي؟ ان احنا بعد ما شفنا الديفولت بيهيفير بتاع الجافا سكريبت في الكود العادي اللي ما فيهوش مشكله، هنشوف بقى المشكله اللي بتواجهنا اللي احنا عايزين نحلها. بعد كده هنرن كود asynchronous عشان نحل المشكله بتاعه الديفولت بيهيفير اللي احنا هنعملها في الكود، علشان نفهم اهميه او الاسynchronous بتفيدنا في ايه في الجافا سكريبت. تمام. بعد كده هنشرح ايه اللي حصل قبل استخدام الاسynchronous كود اللي خلى المين ثريد يحصل له بلوك، وبعد ما استخدمنا الاسynchronous كود ايه اللي بيحصل عشان كده المين ثريد ما حصلهوش بلوك. تمام. وهنشرح الكلام ده في دياجرام كده بالتفاصيل بقى ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. وعلشان نفهم الكلام ده هنتعرف على حاجه اسمها البراوزر كومبوننتس والران تايم انفايرمنتس والجافا سكريبت انجن. علشان بقى نشوف الكلام ده بشكل عملي، خلينا هنقف عند السلايد دي ونروح مباشرة على الكود ونطبق عملي. عشان يعني بحاول ان الوقت الفيديو ما يبقاش طويل جدا، فانا حضرت كل الاكواد اللي احنا هنستعملها في الملفات دي. تمام. وهناخدها كوبي وبيست علشان بس ما نضيعش وقت، ولكن هنشرح كل سطر. انا عندي هنا صفحة HTML عادية خالص زي ما احنا متعودين عليها، والبادي فاضي ما فيهوش أي حاجة. احنا هنتعامل مع الكونسول ورابطين الملف بملف سكريبت أو اللي هو المين دوت جي اس. تمام. ده الملف اللي هيرن. تمام. فكل الملفات دي هي مش هترن، أنا عاملها بس كريبوزيتوري للكود، هناخده كوبي وبيست نحطه في المين دوت جي اس علشان نشوف الاكسكيوشن. رحنا على البراوزر هنلاقي دي الكونسول فاضي، هو ما فيهوش حاجه عشان المين دوت جي اس فاضي. وتعالى نخش مباشره في الكلام العملي. هناخد الكود ده، ودي الكيس الاولانيه اللي احنا قلنا هنرن كود سينكرونس عادي ما فيهوش اي حاجه. الديفولت بيهيفير ان الجافا سكريبت بتمشي على السكريبت لاين باي لاين، تنفذه وتخش على اللي بعده وهكذا. فهنروح على الكونسول هنلاقي مباشرة هيطبع هلو وورلد، هلو 2، هلو 3 بالترتيب. هنروح كده هنلاقي هلو وورلد، هلو 2، هلو 3 بالترتيب في لحظة، ما حصلش أي مشكلة. تمام؟ دي كده الكيس الأولانية. تعال نشوف الكيس الثانية ونشوف الكيس دي عبارة عن إيه. لو إحنا جينا بصينا على الكود، تمام، هنلاقي ان انا عندي فانكشن اسمها بلوك فانكشن. ده تعريف الفانكشن. هي طبعا مش هتشتغل غير لما نعمل لها انفوك، فهتشتغل في المكان اللي احنا عملنا فيه انفوك. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ انا عندي كاونتر رقم كبير قوي حوالي 100 مليون، يعني واحد وجنبيه 8 اصفار. انت ممكن تحط اي رقم وكرر. وعندي وايل لوب، طول ما الاكس اكبر من الزيرو هو هيفضل جوه اللوب ده ينقص من الاكس واحد لحد ما يوصل للزيرو، هيخرج من اللوب يطبع لي في الكونسول جمله بلوكينج فانكشن فينيشد. تمام. دي هتشتغل امتى؟ هتشتغل لما نعمل لها انفوك. طب احنا عاملين لها انفوك فين؟ عاملين لها انفوك هنا. في قبلها كود عادي كونسول دوت لوج بيتبع رساله عاديه،
وبعد كده هنعمل انفوك للبلوك فانكشن، وبعد كده هنعمل كونسول دوت لوج لهلو 2 بعد البلوكينج فانكشن. لو رحنا على البراوزر وشفنا ايه اللي هيحصل، تعالى كده نتفرج. هلو اللي اتطبعت في الحال، بعد كده مفيش حاجه ثانيه اتطبعت. المفروض احنا مستنيين رسالتين هنا ما طلعوش، وهتلاقي ان في هنا لو انت شايف كده الماوس في سبينر شغال هنا، معنى كده ان في عمليه لودنج او في بروسيس شغاله خلف الكواليس. اول ما البروسيس خلصت السبينر وقف والجملتين اتطبعوا زي ما احنا شايفين، ادي بلوكينج فانكشن فينيشد وهلو 2. هتلاقيهم اتطبعوا بنفس الترتيب اللي هم فيه. ليه الكلام دوت؟ لان دي ده كود سينكرونس، تمام؟ فهيمشي بالترتيب اللي هو انت شايفه ده. طيب المشكله هنا ان المين ثريد فضل متعطل، الفانكشن اللي هي اللوب اللي دخلت في لوب دي فضلت معطله المين ثريد، عامله له بلوك، فاصبح دي المشكله اللي احنا عايزين نحلها. طيب تعالى نشوف الكيس رقم 3، بعد كده نشرح بقى بالتفصيل ايه اللي حصل خلف الكواليس. هناخد الكيس رقم 3، والكيس رقم 3 دي هي الكيس رقم 2 مع اختلاف بسيط جدا. هتقول لي يعني ايه؟ هتلاقي عندي فانكشن اسمها تاسك. التاسك دي هي نفس الفانكشن اللي هي البلوك فانكشن. انا كل اللي انا عملته غيرت اسمها علشان تبقى معبره بس. احنا الكيس اللي فاتت كنا بنعمل فانكشن هتعمل بلوك، فانا سميتها بلوكينج فانكشن، هنا سميتها تاسك، تمام؟ فده فرق المسمى بس. وهنا بتطبع async function finished، تمام؟ وبعدين عندي hello world، وبعدين عندي التاسك بقى انا مررتها فين؟ انا مررتها از كول باك للست تايم اوت. اذا انا عملت انفوك لايه؟ انا عملت انفوك للست تايم اوت، ما عملتش انفوك للتاسك. انا عملت انفوك لست تايم اوت، والست تايم اوت هي جواها بترن التاسك از كول باك فانكشن. وعملنا التايمنج هنا زيرو علشان يبتدي ينفذ في الحال ما ياخدش وقت، تمام؟ وبعد كده هيطبع هلو 2، بعد كده هيطبع هلو 3. وبعد كده مفيش حاجه ثانيه. لو في اي حاجه ثانيه هتطبع. طبعا الديفولت بيهيفير اللي احنا عارفينه في الكيس اللي فاتت واللي قبلها ان هو المفروض هيطبع هنا دي رقم 1، بعد كده المفروض يطبع دي، بعد كده دي، بعد كده دي. بس طبعا اللي هيحصل هنا مش بالشكل ده. تعال نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نبتدي نشرح بقى علشان نفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط. اول ما نروح على البراوزر بص كده، هلو 1 هلو 2 هلو 3. الله، فين التاسك؟ فين اللي هي اسync فانكشن فينيشد؟ لسه ما اتطبقتش، والسبينر شغال زي ما انت شايف هنا كده. معنى كده ان في حاجه بتحصل خلف الكواليس. اول ما الفانكشن هتخلص او اول ما اللوب يخلص هيخرج هيطبع async فانكشن فينيشد، مع ان ترتيبها المفروض تاني حاجه بعد هلو وورد على طول. ولكن هي اللي حصل ان كل اللي في كل السينكرونس كود اتطبع، بعد كده لما دي خلصت طبع هنا. بالرغم ان احنا عطيناها هنا ايه؟ قيمه زيرو، يعني قلنا لها ابتدي في الحال. تعالى بقى عشان نفهم اللي حصل نروح هنا. قبل ما نشرح الشكل ده ونمشي في الخطوات واحده واحده، تمام؟ تعالى نروح نسال جوجل كده 3 اسئله. انا عايز اعرف ايه هي البراوزر كومبوننتس. الكومبوننت البراوزر ده بيتكون من ايه؟ هتلاقي ان البراوزر جواه كام حاجه، يعني عندك مثلا اليوزر انترفيس، البراوزر انجن، وكذا حاجه. وهتلاقي من ضمن الحاجات حاجه اسمها جافا سكريبت انجن. الجافا سكريبت انجن ده هو اللي مسؤول عن الاكسكيوشن بتاع كود الجافا سكريبت. فالبراوزر ده بيتكون من كميه، يعني من عده حاجات، من ضمنها الجافا سكريبت انجن اللي مسؤول عن ان هو يرن كود الجافا سكريبت. هنسال جوجل سؤال تاني، ايه هي الران تايم انفايرمنت؟ الانفايرمنت عامه هي البيئه اللي بيحصل فيها رن للكود. فدي اسمها الران تايم انفايرمنت. ادي الجافا سكريبت انجن، وادي الويب اي بي ايز، وعندي الكول باك كيو والايفنت لوب. هنشوف الكلام ده بالتفصيل وهنفهم يعني ايه، بس عايزين نروح نسال جوجل ايه هي الجافا سكريبت انجن كومبوننتس. ما هو الجافا سكريبت انجن ده احنا قلنا هو احد الكومبوننتس او احد المكونات بتاعه البراوزر. طب هو نفسه بقى ايه الكومبوننتس بتاعته؟ لو رحنا كده هنلاقي فيه حاجات كتير، من ضمنها هنيجي نلاقي حاجه اسمها الكول ستاك،
والميموري هيب. دول اللي احنا عايزينهم في الدرس او في الفيديو بتاع النهارده، هم دول اللي يهمونا. بقيه الحاجات مش عايزينها في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بس عايزين الكول ستاك وعايزين الميموري هيب. نروح بقى على البرزنتيشن بتاعتنا ونشوف ايه اللي بيحصل. ادي الران تايم انفايرمنت، هتلاقي عندك الجافا سكريبت انجن، جواها الكول ستاك، جواها الميموري هيب، في حاجات ثانيه طبعا بس احنا عايزين دول. في عندنا حاجه اسمها الكول باك او التاسك كيو، يعني كول باك كيو او التاسك كيو، الاثنين نفس مسمى لنفس الحاجه. هنعرف قدام كمان شويه ان الكول باك كيو في منه نوعين، في حاجه اسمها ماكرو تاسك كيو وحاجه اسمها مايكرو تاسك كيو. هنفهمهم وهنعرف ايه الفرق ما بينهم، بس المهم ان احنا خلينا دلوقتي احنا عايزين ان نعرف ان في هنا تاسك كيو، وفي عندي هنا حاجه اسمها الايفنت لوب، وعندي حاجه اسمها الويب اي بي اي. تمام. الكود الجافا سكريبت اول ما بيرن، الجافا سكريبت بتنشئ فانكشن اسمها مين. الميموري هيب ده قبل ما نخش على الكول ستاك، الميموري هيب ده عباره عن الميموري بتاعت الابلكيشن. هو هنا بيخزن التعريفات بتاعت الفاريبلز، التعريفات بتاعت الفانكشن بيخزنها هنا في الميموري بتاعته. تمام. في الكول ستاك هنا بيبتدي الاكسكيوشن نفسه، يعني اي فانكشن انت عامل لها انفوك، يعني هنا هو بيرص الفاريبلز والفانكشنز والكلام ده بيخزنها هنا. انت بقى استدعي لما انت هنا تعمل انفوك لاي حاجه بينفذها هنا في الكول ستاك. فالمين دي فانكشن احنا ما كتبناهاش، ودي ما لهاش علاقه باسم الفايل. يعني احنا لو رحنا كده ورحنا على ال HTML، كون ان الفايل اسمه main.js ملوش علاقه بالفانكشن اللي اسمها مين. لو انت مسميه سكريبت، مسميه اي حاجه، مسميه احمد.js، هو الجافا سكريبت هيعمل فانكشن اسمها مين. الفانكشن اللي اسمها مين دي جواها الانفوكيشن بتاع الفانكشنز اللي انت مناديها هنا. تمام. فهيجي هنا احنا دلوقتي هنشرح الكيس رقم 1. المين هيمشي على الكود، اول سطر هيلاقي فيه ايه عنده كونسول دوت لوج. تعالى نشوف هنا، ادي الكيس رقم 1 هلاقي اول سطر كونسول دوت لوج هلو وورلد. تمام. فهيقوم عامل ايه؟ هيقوم في السلايد اللي بعديها، تمام اهو، هيطلع كونسول دوت لوج اللي هي رقم 1، هينفذها، هتطبع في الكونسول وتخرج. هيخش على السطر اللي بعديه هيلاقي كونسول دوت لوج اللي هي رقم 2، هيطبعها، هينفذها ويخرج. هيجي هنا كونسول دوت لوج رقم 3، هينفذها وايه وهيخرج. وبعد كده المين خلاص هتبقى فاضيه، مفيش حاجه ثانيه، فالمين هي كمان هتخرج، ويبقى كده الاكسكيوشن از فينيشد. ده كده اللي حصل بالنسبه للكيس الاولانيه. بما انه الكود زي ما انتم شايفين كده كود سينكرونس، ما فيهوش مشكله، ما فيش حاجه عامله بلوك، فكله بيتنفذ في اجزاء من الثانيه. تمام. يعني كله بيتنفذ على طول، مش بياخد وقت. طب نيجي بقى للكيس اللي هي اللي بعد كده، اللي هي كان فيها البلوك فانكشن. اللي حصل ايه؟ ادي الابلكيشن اشتغل، تمام، هيبتدي المين تشتغل. المين هتيجي الكود اللي بعد اللي هو رقم 1، هنيجي هنا للكيس رقم 2 اهو. هيجي هنا طبعا احنا قلنا التعريف ده متخزن في الميموري هيب، مالناش دعوه بيه، احنا دلوقتي بنتكلم على الستاك او على الاكسكيوشن. تمام. هينفذ السطر ده، بعد كده هيخش على السطر ده عشان ينفذه، هيلاقي ان في هنا لوب هيفضل واقف مستني. تعالى نشوف اهو، هو هنا الكونسول رقم 1 اتطبع، هيجي هنا هيلاقي فيه بلوك فانكشن، فهو مستنيها تخلص. فقاعد دلوقتي الستاك متعطل او المين ثريد متعطل، شايف الثلاث نقط اللي بالاحمر؟ معنى كده ان في عمليه لودنج شغال، هو مستني هنا، مستني يا عم خلص. هيجي هنا يا عم ادوس ايدك خلص عشان انت كده معطل المين ثريد. اول ما تخلص البلوك فانكشن خلاص هتطبع في الكونسول وتخرج، وبعد كده يحط كونسول دوت لوج رقم 2 تطبع في الكونسول وتخرج. دلوقتي المين خلاص خلصت الاكسكيوشن، مفيش بقى حاجه ثانيه جوه المين، فالمين هي كمان هتخرج، وكده يبقى الاكسكيوشن هاز فينيشد. ده بالنسبه للكيس الثاني. تعالى بقى نروح للكيس رقم 3 ونشوف ايه اللي هيحصل. كيس رقم 3 هنا اهو، اللي هي الكود الاي سينكرونس. تمام. نفس الفانكشن بنفس اللي هي بتعمله، ولكن تعالى نشوف اللي بيحصل هنا في الدياجرام بتاعنا ده. هنلاقي ان المين هتشتغل عادي، تمام، في الكول ستاك هنا هتبتدي تخرج اول سطر. اول سطر ده اللي هو الكونسول دوت لوج الاولانيه، هتطبع في الكونسول وتخرج.
هتيجي بعد كده هتلاقي ان اللي بعديها set تايم اوت، هتقول له لا استناني بقى انت كده. بص يا عم الست تايم اوت انت بعد اذنك علشان ما تعطلناش المين ثريد، ده المين ثريد اللي هو الكول ستاك ده، عشان ما نتعطلش عشان في كود ورا منك عايز يتنفذ، بعد اذنك روحي بقى تنفذي في المكان بتاعك اللي هو هنا في الويب اي بي اي. فهتيجي هنا ادي الست تايم اوت بتنفذ التاسك بتاعتها. المين ثريد او الكول ستاك ملوش دعوه ايه اللي بيحصل هنا، فانا ماليش دعوه، انا في كود الكونسول بتلوج الثانيه هتتطبع، بعد كده الكونسول بتلوج الثالثه، بعد كده خلاص المفروض كده ده اخر حاجه. اللي بيحصل ان طول ما الابلكيشن شغال، من اول ما الابلكيشن شغال الايفنت لوب ده هو قاعد طول الوقت بيراقب حاجتين، بيراقب التاسك كيو وبيراقب الكول ستاك، عايز يشوف هل في حاجه هنا عايزه تتنفذ ولا لا، وهل في هنا حاجه لسه شغاله ولا لا، هل ده الستاك ده فاضي ولا لا. تعالى نروح كده نشوف كده. فالايفنت لوب هيبص هيلاقي ان التاسك خلصت هنا فدخلت في الكيو، عايزه هي كمان تخش الستاك عشان تطبع الرساله بتاعتها وتخرج. فالايفنت لوب بيلاقي هيلاقي هنا في تاسك موجوده في التاسك كيو، وفي هنا الستاك لسه ما خلصش، المين هتخلص فالمين هي كمان هتخرج، اصبح الستاك فاضي. فالايفنت لوب هيجي بقى يقول له بقى يا عم التاسك تقدر دلوقتي تعالى خش الستاك وتنفذ اهو. التاسك هتخش الستاك هتطبع الرساله وتخلص وتخرج، تمام، ويبقى كده الستاك بقى فاضي ومفيش حاجه في التاسك كيو، يبقى كده الايه الاكسكيوشن هاز فينيشد. تمام. فاضل لنا جزئيه بسيطه في الحته دي، ولكن قبل ما نروح الجزئيه دي كده احنا عايزين نفهم ان احنا دلوقتي بقينا ايه فاهمين يعني ايه اسynchronous بروجرامينج، او اللي هو المتزامن ولا الغير متزامن. يعني لو رحنا كده على الترانسليشن وشفنا الاسynchronous، تمام، هنلاقي انه اسynchronous معناها، انا نسيت متزامن ولا غير متزامن. تمام، غير متزامن. تمام، يعني ايه غير متزامن؟ يعني انت دلوقتي ده الاكسكيوشن بتاع الست تايم اوت او الاسynchronous كود هو بيشتغل هنا في حته ملوش علاقه بده، ده شغال مع حاله وده شغال مع حاله. الزمن اللي ده بينفذ فيه هو ملوش علاقه بده، ده شغال وزي الفل وملوش دعوه باللي بيحصل هنا. تمام. فالاسynchronous بروجرامينج في الجافا سكريبت خلت الجافا سكريبت تاكت از ان هي مالتي ثريد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي اصلا الجافا سكريبت في الاساس هي سنجل ثريدد. يعني ايه سنجل ثريدد؟ يعني الكود بيتنفذ هنا، ده المكان اللي هو الكول ستاك ده هو ده المكان اللي كود الجافا سكريبت بيرن جواه. تمام؟ مش بيرن في حته ثانيه. لكن الاسynchronous كود خلى الجافا سكريبت تاكت از ان هي مالتي ثريدد. فلو انا عندي فانكشن بتاخد وقت، حاجه مثلا بفتش داتا مثلا من داتا بيز، او عندي اي بي اي اند بوينت وعامل مثلا فيتش، والفيتش دي هتاخد وقت ايا كان بقى، هي هتاخد وقت قد ايه، هي هتتنفذ بعيد عن الكول ستاك، ولما تخلص النتيجه هتيجي هنا تقف في التاسك كيو. فخلت الجافا سكريبت اللي هي اصلا سنجل ثريدد تاكت از او تشتغل كانها مالتي ثريدد، ويبقى كده الاكسكيوشن بتاع الكيس رقم 3 هاز فينيشد. طب الحته اللي فاضله لنا ان احنا دلوقتي اللي احنا قلنا عليها ان انا التاسك كيو في عندي منه نوعين، في حاجه اسمها ماكرو تاسك كيو وعندي حاجه اسمها مايكرو تاسك كيو. الايفنت لوب هنا قاعد بيلاقي لقى الستاك فاضي، لو انا عندي بروميس او فيتش او اي حاجه من اللي بتخش في المايكرو تاسك كيو دي بيبقى ليها اولويه عن الماكرو تاسك كيو. الماكرو تاسك كيو بيخش فيها السيت تايم اوت والسيت انترفال والكلام دوت، واللي هنا ليه اولويه عن ده. يعني اللي هيتنفذ الاول البروميس او الفيتش، الحاجه اللي عليها الدور هنا في المايكرو، وبعد ما المايكرو تاسك يخلص ما يبقاش فيه حاجه، المايكرو تاسك كيو لو في حاجه هتتنفذ. تمام؟ يبقى احنا كده فهمنا المفهوم العام بتاع الاسynchronous كود. تمام؟ وفهمنا يعني ايه ان الجافا سكريبت سنجل ثريدد، ويعني ايه ان الاسynchronous كود ايه فايدتها واهميتها
وفهمناها بتتنفذ ازاي. تمام. لسه في كلام في الايسنكرونس، ولكن احنا علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل قوي فاحنا هنقسمه. هنوقف الجزء الاولاني هنا. تمام. احنا دلوقتي وصلنا مثلا 20 دقيقه ولسه في كلام هنتكلم عن في الفيديو الجاي. لسه في عندنا البروميسز، والبروميسز دي هنشرحها، وبرضه هنعمل كود في مشكله علشان خاطر نشوف البروميس جايه تحل لنا ايه، والبروميس دي ليها ميثودز فهنشوف الميثودز بتاعتها. تمام. وهنتكلم عن الاسync والاويت، وهنتكلم عن التراي كاتش. بس احنا عشان ما يبقاش فيديو واحد طويل هنوقف الفيديو لحد هنا، وباذن الله الفيديو اللي جاي هينزل على طول ورا دوت هنتكلم بقى عن الحاجات دي. تمام. اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.